السلام عليكم ورحمة الله. رسول الله رآه عبد الرحمن بن عوف عليه من الله رضوان ورحمة، رأى سيدنا المصطفى ساجدا وأطال السجود، فلما قام من سجوده سأله عبد الرحمن: يا رسول الله، أطلت السجود حتى ظننا أن وحيا قد نزل أو أنك قد قبضت، فلماذا أطلت السجود؟ فماذا قال القمر المنير والسراج؟ ماذا قال سيد الكائنات؟ قال: يا عبد الرحمن، إن جبريل أتاني وقال لي: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا لله رب العالمين. من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله بها عليه 100 مرة، ومن صلى عليه 100 مرة صلى الله بها عليه 1000 مرة، ومن صلى عليه 1000 مرة زاحمت كتفه كتف رسول الله على باب الجنة. سيدي يا رسول الله، يا جلاء همي وهمي وحزني، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، معشر السادة، مع الدرس 73 و200 أختتم سورة الحاقة. فعلى أي شيء يقسم الله؟ الله تعالى له أن يقسم بما شاء وبمن شاء، لأنه خالق الأشياء. أما أنا وأنت فليس لنا أن نقسم إلا بواحد هو الواحد. الله له أن يقسم بما شاء، وله أن يقسم بمن شاء. أما أنا وأنت فمن حلف منا بغير الله فقد أشرك. ولقد قال الإمام ابن عباس: ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة محمد،
فقال له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك أي حياتك قسمي، الله يقسم بحياة سيدنا محمد، ومع ذلك فليس لنا أن نقسم إلا بالله وحده. والقسم له 3 أركان. حرف القسم والمقسم به وجواب القسم. ولا يجوز لإنسان أن يقسم إلا ب3 شروط. الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة تدعو إلى القسم. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الشرط الثاني: إذا أقسم الإنسان فلا يقسم إلا بالله. الشرط الثالث: إذا أقسم وجب أن يكون صادقا، وإلا فمن حلف بالله كاذبا اهتز عرش الرحمن غضبا. ولذلك فإن اليمين الكاذبة الفاجرة تسمى يمين الغموس، ومعنى يمين الغموس أنها تغمس صاحبها في نار جهنم. الله. أما يمين الطلاق، ومن حلف بيمين الطلاق سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به. وإن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ولست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري كيف يجرؤ إنسان كائنا من كان أن يقسم بالله كاذبا. لست أدري كيف يجرؤ أي مخلوق أن يعرض لفظ الله ولفظ الجلالة للكذب، مع أنك لو حلفت بأبيه يقول لك: لا تحلف بأبي كاذبا، وهو يحلف بخالق الكائنات كاذبا. لست أدري. إن هذا اللفظ الكريم تهتز له السماوات العلى. ألم أقل لكم من قبل إذا أراد الله أن ينزل غضبه على دولة سلط عليها الجيش فحكمها؟ ألم أقل لكم ذلك؟ وهل دمرت مصر اقتصاديا وأخلاقيا واجتماعيا إلا عندما ظهر فيها رجل يقول: أنا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة، ويعلم الله أنك يا جمال أنت الذي قتلت فينا العزة والكرامة، ويوم مت لم يكن على أرضنا رجل يقول لا إله إلا الله، إنما قالوا لا إله إلا الله عبد الناصر حبيب الله. الموظفون علقوا هذه اليافطات على مكاتبهم، وقيل لأحدهم: تقول عبد الناصر حبيب الله، مع أن هذه الكلمة لا تقال إلا لرسول الله. فقال بالحرف الواحد أن عبد الناصر عندي أفضل من رسول الله، وناقشه إخوانه فقال: إن رسول الله هرب من المشركين في مكة، وعبد الناصر وقف أمام الإنجليز ولم يبال بهم، هكذا ضللونا. ألم أقل لكم من قبل إذا أراد الله أن ينزل غضبه على دولة سلط عليها الجيش فحكمها؟
خلقت فيكم العزة والكرامة، ويعلم الله انك يا جمال انت الذي قتلت فينا العزة والكرامة، ويوم مت لم يكن على ارضنا رجل يقول لا اله الا الله، انما قالوا لا اله الا الله عبد الناصر حبيب الله. الموظفون علقوا هذه اليافطات على مكاتبهم، وقيل لاحدهم تقول عبد الناصر حبيب الله، مع ان هذه الكلمة لا تقال الا لرسول الله، فقال بالحرف الواحد ان عبد الناصر عندي افضل من رسول الله.